ارجع لك تاني بالحلويات بمتعة الإيجيبشن بريمير ليج. النهارده بتبتدي أول جولات الدوري الممتاز أو زي ما بيتقال عليه دوري نايل اليومين دولت. جاي أكلمك النهارده على ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا، هو ماتش الحدث بتاع الجولة دي. لأن سيراميكا ماتش سيراميكا أصلا فريق جامد من ساعة أيمن رمادي. أنا في رأيي هو اللي ادى لعلي ماهر سكواد متأهل، سكواد جاهز يلعب بيه زي ما هو عايز. علي ماهر مدرب كويس مع المصري شفناه، ولكن انا بشوف ايمن رمادي كورته احلى، ولكن علي ماهر بيلعب سيستماتيك شويه. النهارده بيثبت الكلام ده، مستحوذ في الشوط الثاني 64% على اللقاء. عامل في الماتش كله 443 باس، فده معدل كبير جدا بالنسبه لنادي الزمالك اللي عامل 200 وحاجه و60 باصه. ف يعني علي ماهر بجد كل يوم عن يوم بديله احترام. ممكن تصريحاته بتبقى قويه شويه، ولكن انا عجبني يانيك فيريرا اكتر، لان هو قال لك اول حاجه انا معترف ان سيراميكا دي فريق تقيل، وانا معترف بصراحه، انا شايف ان هم من اقوى 5 فرق. انا اللي بقول كده بصراحه، مش يانيك فيريرا. ما عندكش غير الاهلي، زمالك، بيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا. فلما يانيك فيريرا يقول الكلام ده، راجل بيتكلم بالعقل، ما قالكش احنا جامدين قوي، لان هو حتى لعب النهارده ما فيش غير واحد جديد هو شيكو بنزا كان من التشكيله الاساسيه. وقال لك حتى شيكو بنزا من حقه ان هو يغلط او يغضب بمعنى اصح، لان اي لعيب في العالم لما يطلع بره هيتضايق. تغيير الدونجا برضو اتكلم عليها، قال لك ده كان اجهاد، وفي نفس الوقت احنا شفنا ان هو عنده انذار فخفنا. وحتى هو اللي قال للعيبه كلهم نحاول نروح نرضي الجمهور ونحييهم على تعبهم، لان هو الدعم ده كان قوي جدا. نخش على اللعيبه دلوقتي. ناصر ماهر اثبت ان هو حتى لو لعب جناح هيأدي لك. انا ما بقولش ان هو في الشوط الاول كان ظاهر، بالعكس، ولكن لما جات له فرصه اللي هي اللي قدر يلف بيها بوسطه، حتى حاول يحطها في البعيده، للاسف ما وفقوش ربنا يعني، او ما جالوش توفيق يعني. ولكن الشوط الثاني مع خروج عبد الله السعيد، اللي انا في رايي ما كان خاطئ، ما ينفعش يلعب 10، لازم يلعب يا اما 8 يا اما 6 تاني مع دونجا او مع سيف فاروق جعفر. فالخروج عبد الله السعيد ده ادى اتاحه فرصه لناصر ماهر ان هو يلعب يمين وشمال ويتحرك حريه طبعا اكتر، لان هو اسرع، اصغر في السن من عبد الله. تغييره ادم كايد مع عبد الحميد معالي ادت برضه فرصه اكبر من ناصر ماهر ان هو يعمل اللي هو عايزه. بقى عندك جناحين صراع. شيجو بنزا اول لقاء ليه، الواد بيلعب بروح، الواد بيلعب بجسمه اكتر ما هو بيلعب بالعقل. ولكن على ما اظن هو ده خوف برضه ورهبه من الجماهير دي كلها، وهنشوف اكتر مع الماتشات الجايه باذن الله. سيف الدين الجزيري، يعني على ما اظن يانيك فيريرا بقى يعني المعها بسرعه، بالله عليك معاك عدي الدباغ عادي جدا، ممكن تبتدي بيه ان شاء الله الماتش الجاي كتبديله، ممكن تبتدي بيه وتنزل ناصر منسي عادي جدا. سيف جزيري مع السلامه. ونشوف الماتش الجاي ان شاء الله إيه اللي هيتم. انا شايف ان هو فريق كويس، وهنتحسن واحده واحده على مدار الموسم. نشوفكم الماتش الجاي الاهلي ان شاء الله بكره.